السلام عليكم وحوش تالتة اعدادي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه بقى يا شباب اللي اتلغى عندنا في منهج الرياضة؟ الوحدة الاولى كلها ما اتلغاش منها حاجة الا الدرس الثالث اللي هو حل معادلة من الدرجة الاولى وواحدة من الدرجة الثانية، المسائل اللفظية اللي عليها في كتاب المدرسة يا هندسة اللي هي صفحة 12. في كتاب المعاصر بقى يا سيدي الناس اللي اتلغى اللي هو صفحة 52 و 53. كتاب المعاصر 2023 صفحة 52 و 53. ايه الان تمام؟ تمام يا استاذ. تيجي يا باشمهندس على الدرس الثاني اللي هو التطبيقات عليه، اللي هو القانون العام، المسائل اللفظية في كتاب المدرسة اللي هي صفحة 6، في كتاب المعاصر اللي هي صفحة 43 و 44. ايه الان تمام؟ تمام يا استاذ. بس يا هندسة اي حاجة تانية نشاطات، كل الهندسة معاك يا سيدي الناس ما عدا تمرين مشهور. كل حاجة معاك، النشاطات بس اللي ملغية، يعني النشاط دوت اللي في كتاب المدرسة، والمسائل اللفظية في الاحتمالات اللي هي 15، وهنا النشاط دوت ملغي، يعني الحاجات اللي ما بتتشرحش اصلا يا هندسة. وبراهين النظريات، يعني برهان النظرية ده ملغي، برهان النظرية ده ملغي اللي هو صفحة 71. برهان النظرية ده اللي هو التمرين مشهور، تمرين مشهور كله ملغي. تمام يا أستاذ. وكمان ده البرهان بس اللي ملغي. طيب طب هنا يا هندسة برضو البرهان بتاع النظرية اللي ملغي. طب وهنا يا أستاذ برهان النظرية بس يا ابني اللي ملغي. يعني يا أستاذ اللي أنا عايز أفهمه إيه اللي اتلغى؟ بص الخلاصة من الآخر، اللي اتلغى يا سيدي الناس الدرس الثاني في الجبر اللي هو الوحدة الأولى، التطبيقات اللي هي ما اتشرحتش ده اتلغى. في الدرس الثالث اللي هو التطبيقات على حل معادلة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة الثانية ده اتلغى، اللي هي المسائل بقى ايه اللي بتجيب العقد النفسية، عدد مكون من رقمين اللي يكون فيها حاصل ضرب رقمين، إنما مجموع رقميه معانا اللي في الدرس الأول معانا، التطبيقات اللي في الدرس الثالث هي اللي مش معانا. بس كده يا هندسة. السلام عليكم.